أهلا بكم متابعي قناة شاهد لتعرف. لا تخلو لعبة كرة القدم من المتعة والإثارة وأحيانا من المهارات الفنية، إلا أن البعض تجاوز هذا التنافس الشريف باللجوء إلى أعمال السحر والشعوذة والتي يؤمن بها الكثيرون. إليكم 3 حراس يستخدمون السحر في حراسة مرماهم. حارس منتخب الأرجنتين سيرجيو روميرو. انتشر مقطع فيديو يظهر قيام حارس منتخب الأرجنتين سيرجيو روميرو بالقيام بحركات غريبة قبل بداية تنفيذ ركلات الجزاء أمام المنتخب الهولندي، حيث قام اللاعب بقراءة ورقة صغيرة ووضعها داخل ملابسه قبيل البدء بتنفيذ ركلات الجزاء، وتصدى الحارس سيرجيو روميرو لركلة الجزاء، ما سبب صدمة كبيرة للمنتخب الهولندي ولجميع المشاهدين. دعونا نشاهد هذا الفيديو. مع سيرخيو روميرو. أولى ركلات الترجيح. الأعصاب يا ناس. رون فلور يتقدم مدافع أستون فيلا، يسدد روميرو بونو. حارس مرمى أفريقي في بطولة أفريقية لكرة القدم. قام حارس مرمى أفريقي بوضع سحر أسود بين عمودي شباك المرمى، ما صعب على الفريق الخصم تسديد أي هدف في مرماه، وفي غفلة قام أحد فريقي الخصم بنزع السحر من عمود شباك المرمى ونجح بالفرار، وبعدها بدقائق معدودة استطاع الفريق الخصم تحقيق الأهداف. دعونا نشاهد هذا الفيديو. حارس مرمى الفريق النيجيري أمام الفريق المصري. قام حارس مرمى فريق نيجيريا بوضع السحر في مرماه، ما أعجز الفريق المصري عن تسديد أي هدف في شباكه، وفي غفلة ولحظة غير متوقعة يتدخل أحد مشجعي بورسعيد لكي يخرج السحر من داخل مرمى حارس الفريق النيجيري، وحدثت بعدها معركة شرسة. دعونا نشاهد هذا الفيديو. واحمد عبد الفتاح على مقاعد البدلاء، وحاجة جميلة. الله لا 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 لا، شوف الحارس بيدخل الحاجات السحر اهو. سبحان الله، الراجل بيؤمن بهذا الكلام. ادي الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه، وهيبتدي يشعوذ مع كريستوفر. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.